الذئب. الذئب من أكثر المخلوقات المفيدة في ماينكرافت، لأنه ماشي غير حيوان عادي كتشوفه في الغابات. تقدر تروضه بالعظام، ومن بعد كيولي كلب وفي كيتبعك فين ما مشيتي. القوة ديالو ماشي كبيرة مقارنة مع الوحوش الخطيرة، ولكن القيمة ديالو كتبان ملي كيعاونك في القتال. إلا ضربك عدو، الذئب كيدافع عليك مباشرة، وهذا كيخلي اللاعب أقل وحدة، خصوصاً في رحلات الاستكشاف الطويلة. الذئب ماشي أخطر مخلوق، ولكن هو من أكثر المخلوقات اللي كتخلي اللاعب يحس بأن عنده رفيق حقيقي داخل اللعبة. القروي. القروي ما كيقاتلش وما عندوش قوة هجومية، ولكن أهميته في ماينكرافت كبيرة بزاف. القرويون كيسكنوا في القرى، وكل واحد فيهم يقدر تكون عنده مهنة مختلفة، بحال المزارع، الحداد، أمين المكتبة أو صانع الدروع. القوة الحقيقية ديال القروي هي التجارة، من خلاله تقدر تحصل على أدوات، كتب سحرية، موارد نادرة وأشياء كتعاونك تتقدم بسرعة في اللعبة، رغم أنه ضعيف وما يقدرش يحمي راسه. القروي يعتبر من أهم المخلوقات في ماينكرافت، لأن اللاعب الذكي يعرف كيفاش يستغل التجارة باش يبني عالم أقوى. بيجلين. البيجلين كيسكنوا في عالم النذر، وكيعتبروا من أغرب المخلوقات في اللعبة. هما ماشي وحوش عاديين، لأن عندهم سلوك خاص تجاه الذهب. إلا دخلت للنذر بلا درع ذهبي غالباً غادي يهاجموك، ولكن إلا لبست قطعة ذهبية كيتعاملوا معك بطريقة مختلفة، وتقدر تعطيهم سبائك ذهبية باش يبادلوك بموارد مختلفة. البيجلين خطيرين لأنهم كيهاجموك جماعة، والنذر أصلاً مكان صعب فيه لافا، وحوش ومخاطر من كل جهة، لكن في نفس الوقت هما مصدر مهم للحصول على موارد كتعاونك في التقدم. الزومبي. الزومبي من أوائل الوحوش اللي كيتلقاهم اللاعب في ماينكرافت، كيظهر بالليل في الكهوف وفي الأماكن المظلمة. في البداية كيقدر يبان سهل لأنه بطيء وما عندوش هجوم خاص، لكن الخطر ديالو كيبان ملي كيكونوا بزاف. مجموعة ديال الزومبي تقدر تحاصرك بسرعة، خصوصا إلا كنت باقي في البداية بلا درع قوي ولا سلاح مزيان. الزومبي كيعلم اللاعب أول درس في البقاء. ملي تغرب الشمس خاصك تكون واجد، يا تبني ملجأ، يا تحمل سلاح، يا تبقى تتحرك. الهيكل العظمي. الهيكل العظمي أخطر من الزومبي لأنه ما كيحتاجش يقرب منك، كيهاجمك بالقوس والسهام من بعيد، وهذا كيخليه مزعج جدا خصوصا في الأماكن المفتوحة. إلا كنتي كتجري بالليل ولا كتستكشف كهف، سهم واحد من سكيليتون يقدر يطيحك من مكان عالي، يدخلك في اللافا أو يوقفك وسط قتال مع وحش آخر. باش تواجهه خاصك الدرع، الحركة الذكية، أو تستعمل السيف والقوس بطريقة محسوبة. الهيكل العظمي ماشي الأقوى، ولكن من أكثر الوحوش اللي كيعاقبوا اللاعب اللي ما مركزش. بلايز. البلايز من المخلوقات المهمة جدا في ماينكرافت لأنه مرتبط بالتقدم في اللعبة، كيعيش داخل حصون النذر وكيهاجمك بكرات نارية من بعيد. الخطر ديالو ماشي فقط في الضرر، ولكن في المكان اللي كتقاتلوا فيه. حصون النذر غالبا عامرين باللافا، ممرات ضيقة ووحوشا أخرى، لذلك مواجهة البلايز كتحتاج درعا قويا، أكلا كافيا، وحذرا كبيرا. اللاعبين يحتاجون البلايز لأنه كيعطي قضبان البلايز، وهي ضرورية لصناعة عين الأندر والوصول لعالم الأند. يعني بلا بلايز ما تقدرش تكمل الرحلة الرئيسية ديال ماينكرافت. كريبر. الكريبر هو أشهر مخلوق في تاريخ ماينكرافت، ما كيصدرش الصوت واضح وهو جاي عندك، وهذا اللي كيخليه مرعب. يقدر يقرب منك بصمت ومن بعد ينفجر في لحظة واحدة. الخطر ديالو ماشي فقط أنه يقتلك، ولكن يقدر يدمر البيت ديالك، الصندوق ديالك، المزرعة ديالك، أو أي بناء خدمت عليه مدة طويلة. الكريبر ولا رمز ماينكرافت لأنه مختلف عن باقي الوحوش، ما كيحتاج سلاح، ما كيحتاج سرعة كبيرة، غير الصمت والانفجار كافيين باش يخلي أي لاعب يبقى ديما حذر. الأندرمان. الأندرمان من أكثر المخلوقات غموضا في ماينكرافت، طويل، أسود، كيتحرك بطريقة غريبة ويقدر ينقل البلوكات من مكان لمكان، لكن الأخطر هو أنك إذا شديت فيه النظر مباشرة كيتحول من مخلوق هادئ إلى عدو شرس. بعدما يغضب يبدأ يتنقل بسرعة من بلاصة لبلاصة وكيهاجم بقوة، صعب تعرف فين غادي يظهر، وهذا كيزيد التوتر ديال القتال ضده. الإندرمان مهم كذلك لأنه كيعطي أندر بيرلز، وهي عنصر أساسي للوصول إلى الأند، يعني رغم خطورته اللاعب خاصه يواجهه في مرحلة معينة. ايرون جولم. ايرون جولم ماشي عدوا طبيعيا للاعب، ولكنه واحد من أقوى المخلوقات الدفاعية في اللعبة، كي يتواجد في القرى وكي يحمي القرويين من الزومبي وباقي الوحوش. قوته كبيرة جدا، ضربة واحدة منه تقدر تطير الوحوش في الهواء وتنقص لهم حياة كثيرة، وحتى اللاعب إذا هاجم القرويين أو ضرب الجولم غادي يعرف بسرعة أنه دخل في مشكل كبير. ايرون جولم كيمثل الحماية داخل ماينكرافت، مخلوق هادئ صامت، ولكن من لبان الخطر كيولي من أخطر المدافعين في اللعبة.
إندر دراغون. إندر دراغون هو الزعيم النهائي في الرحلة الرئيسية ديال ماينكرافت. كتلقاه في عالم الأند كيطير وسط أبراج ضخمة وكيسترجع طاقته من الكريستالات الموجودة فوقها. القتال ضده ماشي مجرد مواجهة مباشرة، خاصك تحضر درع، قوس، أسهم، أكل، بلوكات، وتعرف كيفاش تهدم الكريستالات قبل ما تركز على التنين. هزيمة إندر دراغون تعتبر لحظة كبيرة في اللعبة، لأنها تعني أنك وصلت لنهاية المسار الأساسي ديال البقاء. ولكن ماينكرافت ما كتساليش هنا، بالعكس كتفتح لك مرحلة جديدة من الاستكشاف. الويذر مختلف على إندر دراغون لأنه ما كيتولدش بوحده. اللاعب هو اللي كيستدعيه باستخدام رمل الأرواح وجماجم ويذر سكيليتون، ومن اللحظة اللي كيظهر فيها كيبدأ الدمار. كيهاجم كل شيء، كيطير، كيضرب بانفجارات، ويقدر يخرب منطقة كاملة إلى ما كنتيش محضر ليه مزيان. الويذر خطير لأنه تقدر تقاتله في أي مكان. إذا استدعيته قريبا من قريتك أو قاعدتك ممكن يدمر كل شيء، ولكن المكافأة ديالو قوية لأنه كيعطي نذر سار اللي كتحتاجها لصناعة البيكون. الوردن هو من أرعب وأقوى المخلوقات في ماينكرافت. يسكن في المدن القديمة تحت الأرض وما كيعتمدش على النظر. كيطارد اللاعب بالصوت والاهتزازات. المخيف فيه هو أن اللعبة ما صممتهوش باش تقتلوه بطريقة عادية. هو أقوى من بزاف ديال الوحوش وضرباته قاتلة، وحتى اللاعب بدرع قوي يقدر يخسر بسرعة. باش تنجو من الوردن خاصك تتحرك بصمت، تستعمل الصوف وتبعد عن إصدار الأصوات. وجوده كيحول ماينكرافت من لعبة بناء واستكشاف إلى تجربة رعب حقيقية.